سواء اوروبا، سواء بليغه، سواء عبير، فوجيع، سويده، ركله، كل انواع الحشائش الموجوده. تمام؟ ولازم التزم بثلاث حاجات: توقيت الرش، التركيز، التطبيق. مش هطول عليكم، احنا مده العرض كلها ساعه. هستاذنكم معاكم الكمبيوتر والقلم ونكتب المعلومه عشان في سحب على الجوائز دي. بعد ما اخلص ان شاء الله باذن الله هعمل سحب عليها. الندوه نصين، جزء على الرز وجزء على الكوره. تمام؟ كل سنه وانتم طيبين. تطبقها تقدر من خلال تليفونك تمسك التليفون تعمل سكان. ممكن حدث جديد والأول مرة في المجال الزراعي في مصر علشان تبصم بالعشرة إن المركب ده أصلي. شو في بالك بصمتها على مركباتها؟ اعمل سكان البصمة، هتدخلك على موقع شورى، وفي الموقع هتلاقي مكان تكتب عليه الكود. اقلب البصمة ودخل الكود اللي موجود في الظهر، وبكده تكون اتأكدت إن أنت أصلي وكسبت الدنيا كمان. والبصمة دلوقتي متاحة على مركبات السوبر سيلكت سوبر وستار وستارت والبقية تأتي. مع شورى ده أحلامك تتحقق. تمام؟ ده حاجه الحمد لله اول حد في السوبر ماركت طبقها. البصمه اللي انت او العلامه اللي موجوده بره على الجوه هي اتعملت على كام مركب، وان شاء الله هنعملها على جانبيه المركبات. فتقدر من على الموبايل بتاعك في حاجه اسمها سكان، بتخش تعمل سكان بالبصمه اللي موجوده بره. لو العبوه اترشت قبل كده او اتفتحت بيقول لك العبوه غير صالحه للاستخدام او تم استخدامها قبل. تمام؟ ده حاجه عشان سوق المغشوش وامان لنا احنا كمزارعين والصيدله والتجار، عشان ما نسمحش ان اي حد من الجماعه بتوع ضرب المنتجات والحاجات ديت يضر الناس اللي موجوده. فده حاجه جديده. وبعد كده برضه ان شاء الله باذن الله في حاجه برضه هتتعمل، حاجه GPS موجوده على العبوه. لو العبوه تحت السرير هتعرف هي مكانها فين. تمام؟ يعني هطلب العبوه من مخزني مثلا عند المهندس عبد الشافي او اي حد من الناس الموجوده، هبقى عارف العبوه موجوده فين. GPS موجود في العبوه. لو العبوه في اي مكان هتعرف العبوه طلعت من مكان راحت فين، اترشت فين، اترشت ولا ما اترشتش، عشان ما يبقاش حد يعتبر او حد ما رشش اصلا ويقول لي تعالى شوف المركب ولا ما رشيت ولا رشيت. وده برضه حاجه للامان العام. كل سنه عندي بتاع وجي قال لك مشهور والله يقول المشكله الواحد يخاف يقلع ولا يقلع يقول لك انت غلط في السرير. أهلا بيكم حبايبنا. شركة شورى بترحب بيكم جدا وبتتمنى لكم موسم رفيق. النهارده هنتكلم عن النهوض وإدارة محصول الأرز، الحشائش وأهميته. مكافحة الحشائش في محصول الأرز ترجع لعدة أسباب كالآتي: الحشائش تعمل على منافسة المحصول الأساسي وهو الأرز على الغذاء والماء والضوء، وهذا له مردود على قلة الإنتاجية في المحصول لوحدة الفدان. الحشائش تعمل على منافسة المحصول الأساسي وهو الأرز في وحدة المساحة، وبالتالي قلة المحصول الناتج، وأيضا جودة المحصول تقل، وقد يصل التأثير إلى 50% أو أكثر على الإنتاجية. الحشائش تعتبر عامل مساعد لانتشار بعض الآفات الحشرية اللي بتصيب محصول الأرز زي الساقبات وغيرها، وأيضا بعض الأمراض الفطرية التي تصيب محصول الأرز. الحشائش تنافس المحصول الأساسي وهو الأرز على الاستفادة التامة من الأسمدة الأزوتية المضافة لمحصول الأرز، وبالتالي تعمل على فرق كبير في الإنتاجية لوحدة الفدان. عدم مكافحة الحشائش بالطرق المختلفة هذا يساعد على وجود مخزون كبير من بذور الحشائش بالتربة يكفي لعمل إصابات لعدة سنوات قادمة، مما يقلل الإنتاجية لوحدة المساحة
وهي الفدان. الحشائش عند وجودها بكثرة في بعض الأراضي تعمل على قلة قيمتها السوقية أو المالية عند البيع أو الشراء، وعليه يجب مكافحة الحشائش في محصول الأرز بعدة طرق، منها النقاوة اليدوية، لكن تكلفتها بتكون أعلى بكتير من المكافحة الكيماوية، وأيضا قلة كفاءة النقاوة اليدوية للحشائش في محصول الأرز، وليست سريعة مثل المكافحة الكيماوية وطبقا لطبيعة الأرض وكثافة ونوعية الحشائش، ويصاب محصول الأرز سواء كان شتل أو جدار أو تسطير بالعديد من الحشائش الهامة، والتي تؤثر تأثير مباشر على إنتاجية وجودة المحصول لوحدة المساحة وهي الفدان. وتقسم الحشائش إلى حشائش نجيلية حولية ضيقة الأوراق زي الدنيبة والغربة أو البرشفت والجيش. حشائش تتبع العائلة السعدية مثل العجيرة والصنار والسعد. حشائش عريضة حولية زي السويدة والفرقيع والرجلة والشبيط وحمد العزيز وشعر القرد ورجل الحمام. توقيت المعاملة بمبيد الحشائش: يجب أن تكون الحشائش في طول من 2 إلى 4 ربطات لأخذ أفضل النتائج. استخدام آلة رش مناسبة مع التغطية الجيدة بالمبيد للحشائش. يجب تعريف أي نوع من الحشائش في الأرض قبل الرش وتحديد المبيد المناسب لها والمعدل المناسب لها مع الكمية اللازمة للفدان، وهي من 120 إلى 140 لتر ماء للفدان. نقطة مهمة جدا جدا جدا: قبل رش المبيد الذي تم ترشيحه لمكافحة الحشائش في محصول الأرز، يجب صرف الماء من الأرض التي ستعامل بمبيد الحشائش لمدة يومين قبل الرش حتى يظهر لنا الحشائش المستهدفة، ورشها بالمبيد المرشح لها، ثم معاودة الري مرة أخرى بعد رش المبيد بيومين بمنسوب 2 إلى 3 سم أو قيراط إلى قيراطين لارتفاع الماء في الأرض، ثم يتم زيادتها تدريجيا إلى المنسوب الطبيعي للري في الأرض التي تم رشها. يجب تحديد توقيت المعاملة بالمبيد لمحصول الأرز. مثال في الأرز الشتل من 3 إلى 15 يوم من الزراعة طبقا لنوع المبيد المستخدم. هل هو مانع إنبات أم هو الرش بعد الإنبات؟ وفي الأرز البذار والتسطير يمكن استخدام المبيد بدءا من عمر يوم كمانع إنبات، أو بعد الإنبات بدءا من 9 إلى 21 يوم من الزراعة طبقا لنوع وكثافة الحشائش الموجودة في الأرض. أهم المركبات المستخدمة حديثا في مكافحة جميع الحشائش التي تصيب محصول الأرز بنوعيها الرفيعة والعريضة: 1. مبيد شنيل إكسترا 50% مركز قابل للاستحلال، جديد من شورى للسوق المصري. مميزات: مبيد شنيل إكسترا من المركبات المتخصصة بدرجة عالية في مكافحة الحشائش الهامة المنتشرة في محصول الأرز زي الدنيبة والغربة والعجيرة وغيرها. شنيل إكسترا يمنع من نمو وإنبات الحشائش، وله درجة أمان عالية على المحصول وكفاءة إبادية عالية على الحشائش. شنيل إكسترا سهل تطبيقه واستخدامه بعدة طرق غير مكلفة لأهالينا مزارعي الأرز. شنيل إكسترا اقتصادي جدا جدا لمزارعي محصول الأرز. شنيل إكسترا ليس له أي تأثير سمية أو تأثير على المحاصيل المتعاقبة. شنيل إكسترا مركب ثابت ويعطي حماية ممتدة المفعول من الحشائش مدة تصل أكثر من 40 يوم من المعاملة به. معدلات الاستخدام والتطبيق: يراعى قبل تطبيق أو رش مبيد شنيل إكسترا في الأراضي المستديمة أو المشاتل الخاصة بمحصول الأرز. يراعى إعداد الأرض وتسويتها جيدا والقيام بعملية الترويج جيدا لتحاشي المناطق المرتفعة والمنخفضة في مناسيب الأرض، والتي لها دور في إنها ممكن ينمو فيها الحشائش مرة أخرى حتى لو تم معاملتها بالمبيد. وعليه عملية الترويج هامة قبل نسل تآوي الأرز أو شتله سواء في الأرض المستديمة أو المشتل. الأرز الشتل يستخدم بمعدل 2 لتر للفدان بعد الشتل ب 2 إلى 4 يوم من شتل الأرز. في الأرز البذار
يستخدم بمعدل 2 لتر للفدان بعد 8 إلى 9 أيام من بدار التقاوي في الأرض، أو تكون نباتات الأرز في دور ورقتين. طريقة التطبيق: يتم استخدام 2 لتر مبيد شنيل إكسترا باستخدام آلة رش ظهرية والرش الموجه على الأرض، أو استخدام كمية من الرمل أو التربة الناعمة التي تكفي المساحة المراد معاملتها بالمبيد شنيل إكسترا، مع مراعاة تخفيف كمية المبيد بالماء قبل خلطها جيدا بالرمل أو التربة الناعمة، ويتم نصر هذه الكمية وتوزيعها جيدا على المساحة المراد مكافحتها من الحشائش، ويراعى وجود ماء ري في المساحة المراد رشها، ولا يتم صرف أو تزويد ماء الري للأرض بعد المعاملة بالمبيد لمدة لا تقل عن 3 أيام من تاريخ المعاملة حتى نحصل على نتائج ممتازة. 2. مبيد روزيتا 14%، مركز زيتي قابل للانتشار في الماء، جديد منشورة للسوق المصري. مميزات: روزيتا مبيد حشائش جهازي اختياري على محصول الأرز. روزيتا يكافح مجموعة كبيرة من الحشائش زي الجنيبة والمربى والعجيرة أو النبت والسعد والصمار، بالإضافة لمكافحة كل الحشائش المريضة في الأرز. روزيتا يحتوي على 3 مبيدات حشائش مختلفة في طريقة عملها على الحشائش المستهدفة، وبالتالي أن استخدامه عليها يعطي نتائج ممتازة عليها ومدى واسع للمكافحة. روزيتا له تأثير واضح على حشيشة الريش القاسية والمنتشرة في حقول الأرز في طور من 2 إلى 3 أوراق. روزيتا ليس له تأثير سمية على نباتات الأرز المعاملة به. روزيتا ليس له أي تأثير على المحاصيل المتعرضة بعد الأرز. روزيتا يتواجد في مستحضر زيتي ثابت عند رشه على أصل الحشائش، وبالتالي كفاءة إنتاجية ممتازة. روزيتا يفضله السادة مزارعي الأرز لاقتصاديات استخدامه وشموله في مكافحة العديد من حشائش الأرز. معدل الاستخدام والتطبيق: 1. في الأرز الشتل بعد الشتل بأسبوعين يستخدم بمعدل 600 سم للفدان. 2. في الأرز الخضار 750 سم للفدان بعد الزراعة من 15 إلى 25 يوم من الزراعة، وذلك لمكافحة غالبية الحشائش المتواجدة في محصول الأرز سواء كانت ضيقة الأوراق أو عريضة الأوراق. والسعر